المعلومة ديال اليوم أنا متأكد باللي بزاف ديال الناس ما عارفينهاش. واش في خبارك باللي إلا كان عندك البيرمي خاصك ضروري تجدد شهادة الفحص الطبي كل 10 سنين؟ غيقول لي شي واحد وراه البيرمي ديالي مازال ما وفى، يعني خلي حتى دوز 12 عام ويوفى وديك الساعة نجدد البيرمي ونجدد معاه حتى شهادة الفحص الطبي، يعني لا فيزيت. يعني نضرب عصفورين بحجر واحد. لا، وهنا فين كيوقع الغلط. خاصك ضروري تجدد لا فيزيت كل 10 سنوات وما عنده حتى شي علاقة بالوفاة ديال داك الحامل ديال البيرمي، يعني ديك لاكارت اللي مكتوب فيها رخصة السياقة. يعني أنا مثلا صوبت البيرمي في 2012 وما غادي يوفى حتى ل 2026 إن شاء الله. خاصني لابد نجدد لا فيزيت، يعني شهادة الفحص الطبي، ملي تدوز 10 سنين، يعني داخل 3 شهور الأولى من السنة ديال 2021. والدليل على هذا الكلام هو مدونة السير، وبالضبط المادة 14 منها اللي تتقول: يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل 10 سنوات، ويجري الفحص الأول على الأكثر داخل 3 أشهر بعد انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية. غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة. يعني بالإضافة للكلام اللي قلت في الأول، الناس اللي فاتوا 65 عام خاصهم ضروري يديروا لا فيزيت كل سنتين. واللي كيسول على الغرامة ديال هذه المخالفة، يعني إلا لقاوك الجندارم أو البوليس ما عندكش شهادة الفحص الطبي، فراه هي 400 درهم. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.